عايزك تحفظ كارت بعينك، ما تقوليش عليه، فكر فيه كويس. كارتك كان 2 كارو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشرح لكم خدعة قراية العين، وهشرح لكم منها نسختين، وده كان بناء على طلب احد المتابعين هنا في القناة. فقررت ان انا النهارده اشرح لكم طريقتين تعرفوا بيها ازاي الكارت اللي الشخص شافه بعينيه. بس قبل ما ندخل على الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. انا بجد والله بتعب في الفيديوهات دي كتير جدا عشان خاطر افيدكم في الاخر. فلو فعلا بتستفيد ما تبخلش عليا بلايك، ولو مش بتستفيد برضه ما تبخلش عليا بلايك، لان ده بيشجعني ان انا افضل انزل لكم محتوى باستمرار. وفي الاول وفي الاخر هو هدفنا ان القناه دي تبقى اكبر قناه تعليميه للماجيك في الشرق الاوسط، وانا واثق من كلامي ومتاكد من ده طول ما انتوا بتدعموني. وبس كده، كفايه كلام كتير، يلا نشوف الشرح. طيب، في خدعه زي دي انت مش محتاج تحفظ كارت معين، يعني بالبلدي خالص عشان ابسط الدنيا عليكم. هتطلب من الشخص ان هو يفنط الكوتشينه بتاعتك، او حتى لو هي كوتشينته، وتاخد الكوتشينه منه وتعمل كده. بص، عايزك تشوف اي كارت. بصوا، انا هنا وريتكم كارت اللي هو مثلا ايس سبيدز. انا اصلا ما اعرفش ان ده ايس، ومش هاممني اعرف ان ده ايس. الفكره كلها ان انا بوريك كارت. يعني بص، بقول كده عايزك تحفظ اي كارت من الكوتشينه. خلاص، فكر فيه كويس. دلوقتي انا عارف ان هو كينج دايموندز. تاني يا جماعه، انا كل اللي بعمله ايه؟ هوريكم وشي دلوقتي. انا بكون باصص للشخص عادي جدا وبقول له عايزك تشوف اي كارت. بصوا، الكارت ده 5 كلوبس، هو ده اول كارت عينه هتيجي عليه. بعد كده برجع الباك دي وانا عامل بريك بالمنظر ده، وبعد كده بعمل باس، بعدي الباك دي لتحت، فبيبقى الكارت المختار هو اخر كارت. دلوقتي ممكن وانا بتكلم معاه المح الكارت فاعرف ان هو 5 كلوبس، وبعدها اقرا افكار الشخص واقول له فكر في كارتك، فكر في العلامه كانت ورده، كارت كان 5 كلوبس. او ممكن اضيف حاجه جديده على الخدعه دي او على الحركه دي، وتبقى دي خدعه any card at any number. يعني الشخص فكر في كارت ويقدر كمان يحدد مكانه. فهنا بالتالي تعال نعيد بقى الخدعه من الاول. هقول له بص، عايزك تشوف كارت. تمام. هباس كده الكارت في الاخر. بعد كده هتقول له فكر في اي رقم من 1 ل 10، اي رقم. ونفترض مثلا قال لك 9، فعد 1 2 3 4 5 6 7 8. هلاقي ان الكارت التاسع هو الكارت المختار. ازاي دي حصلت؟ وازاي كل السيناريو ده دخل مع بعض في نفس الوقت؟ الموضوع كله ان انا بعد ما بقول له شوف كارت، وبحط بريك على الكارت اللي هو شافه المفروض، وبعمل باس. الباس دي بتتعمل بالطريقه دي اهو. شوف كارت، برجع ببريك، بمسك الباك اللي تحت، وباجي بالصبعين دول، الخنصر والبنصر في ايدي الشمال، بص، اخدهم لتحت، فبيبقى الكارت المختار هو اخر كارت. بعد كده بقول له عايزك تفكر في رقم من 1 ل 10 بسرعه. بعمل ايه وانا بقول له كده؟ عايزك تفكر في رقم من 1 ل 10 بسرعه. بنقل الكارت المختار من الاخر لاول كارت. ولو قال لي مثلا 8 وهو بيفكر، انا لازم اكون بعد في دماغي، بس بعد من 2. ما بقولش 1 2 3 4، لا، بقول 2 3 4 5 6 7 8 بس. تمام. تاني يعني يا جماعه، دلوقتي ركزوا، حاول اشرح لكم الموضوع لان انا معيش شخص تاني. هقول للشخص شوف كارت. تمام. دلوقتي عايزك تقول لي رقم من 1 ل 10. بعد كده شفت انا عملت ايه؟ خلاص، حولت الكارت هنا لاول كارت. لما باجي بقى اعد كروت احطها فوق الكارت المختار، ما بقولش 1 2، لا، بعد من 2. فاهم؟ فهو مثلا لو قال 4 2 3 4، بس شفت انا سحبت 3 2 3 4، فبحطهم فوق وبقول له فير صح. حط بقى الكوتشينه قدامك. انت قلت كام؟ 4. تمام. 1 2 3، كارتك كان ايه؟ هيقول لك 3 هورتس، يطلع فعلا عند بوزيشن 4. تاني نركز مع بعض. الكوتشينه اهي اتفنطت، تاخد منه الكروت، تقول له بص، عايزك تشوف كارت. تمام. فكر في كارت كويس، ولا اقول لك قول لي رقم من 1 ل 10. في اللحظه اللي انت بتكون بتعد فيها هو لازم يكون بيقول لك الرقم. يعني لو نفترض ان كارته كان 2 سبيدز، وتقول له عايزك تقول لي اي رقم، فيقول لك مثلا بص، وانا بعد اهو. يعني انت وانت بتعد في مخك من بدايه 2. لو قال لك مثلا 3 بس، شفت؟ لو قال لك مثلا 8 2 3 4 5 6 7 8 اهو. كده انا حطيت 7 كروت فوق الكارت المختار، فالكارت المختار بقى في بوزيشن 8. هي دي الخدعه ببساطه. لازم تتقن او تتعود على التايمنج، وتتعود على ان هو بيكون بيقول رقم وانت في نفس الوقت انت طبعا باين انك بتفنط في الكوتشينه. هو كل ده مفكرك بتفنط، بس انت في الحقيقه بترتب الكروت على حسب مجرى الخدعه. تاني على السريع، شوف كارت. تمام. عايزك دلوقتي تقول لي اي رقم انت عايزه من 1 ل 10، اي رقم.
اكيد 5 تمام. 1 2 3 4، تلاقي ان الكارت الخامس هو الكارت المختار. طيب نيجي للفكره الثانيه، هي برضو خدعه قرايه عين، مبنيه برضو على ان انت مش بتخلي الشخص يشاور على كارت او يطلع كارت معين، لا هو بيشوف بعينه الكارت وانت تقدر تعرف ايه الكارت ده. والحركه دي ببساطه هي انك بتقول له قول له ستوب في اي مكان، ونفترض مثلا قال ستوب هنا، تخليه يحفظ الكارت ده كويس بالعلامه، وبتنزل ايديك، ولما تنزل ايديك بتحرك الكارت ده الناحيه دي شويه، ناحيه كف ايدك. يعني بص الكارت كان كده بقى كده اهو، من الناحيه دي بص مفيش حاجه، وهنا بيسيب فراغ بين الكارت المختار والباك اللي انا ماسكها. ساعتها هنا انت هتقدر ترجع الباك التانية بسهولة كده. هيبان للشخص ان الكارت بتاعه في النص، بس هو في الحقيقة بقى اخر كارت. لما بسكوير كل حاجة بقى برضه هو بيفكر الكارت بتاعه هنا تقريبا، بس هو في الحقيقة اخر كارت. بعد كده وانا بتكلم معاه مش عارف ايه، بشوف إيه الكارت المختار، ممكن ادي كات عشان خاطر الكارت بتاعه يضيع بالفعل، واقول له فكر في الكارت، كارتك كان ايس دايموندز. تاني الحركه ببساطه، قول له ستوب في اي مكان، قال هنا مثلا بص، هقوم جاي عادل ايدي اخليها كده تبقى على حرف A، A كابيتال تمام. ما امسكش الكوتشينه كده على حرف دي، فاهم؟ ده كده حرف دي اهو، لا انا عايز على حرف A بالظبط كده. احفظ الكارت كويس بالعلامه، اهم حاجه ما تنساهوش. وانا بعمل كده شوف، فصلت الكارت المختار عن الباك، اهم حاجه ما تنساهوش. تمام تمام. برجع الكروت اقول له كارتك هنا، بس هو في الحقيقه اخر كارت. ودلوقتي هسكوير بص كل حاجه هتدخل، اقول له فكر في كارتك كويس تاني، معلش انسى اي حاجه تاني بتفكر فيها. كارتك كان 9 كلوبس. بس طبعا انت مش هتريفيلت دايركت كده، مش هتقول له كارتك كان 9 كلوبس، لا لازم تقعد تقرا افكاره. الخدعه دي كانت باستخدام كوتشينه، لكن لو انت حابب تقرا افكار شخص من غير ما تستعمل اي ادوات، فانت لازم تشوف كونكشن، خدعه نزلتها من حوالي 2 سنين ونص، خدعه مدفوعه وقويه جدا، تقدر تعرف الشخص بيفكر في ايه من غير حرفيا ما تستعمل اي ادوات. الموضوع كله مبني على السايكولوجي وكام خدعه لفظيه. فلو مهتم تشتري كونكشن او اي خدعه تانية انت عايزها من عندي في المتجر، هسيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف. كل الخدع اللي انت هتشوفها عندي في الستور دي من تاليفي الشخصي، اللي انا قعدت فيها شهور على ما الفتها، وكانت سبب في انضمامي لاكبر مؤسسات الخداع البصري في العالم. وممكن احكي لكم القصه دي في فيديو لوحده. الخدعه دي هي اللي جابتني هنا النهارده، هي اللي خلتني دلوقتي اصلا بتكلم معاكم بثقه وبصور لكم فيديوهات. وقبل ما اختم الفيديو ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وتيك توك، عشان هناك بسال اسئله وبستنى منكم اجابات عليها، وباخد رايكم في حاجات ليها علاقه بالفيديوهات الجايه هنا على يوتيوب. بس كده يا جماعه، شكرا ليكم وبحبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا كومنت ايه رايكم فيه، واكتبوا لي برضو عايزين اتكلم عن خدع ايه المره الجايه. شكرا ليكم، سلام عليكم.